السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غنقدموا هذه الحلوى ديال لاكريم سهلة للمبتدئات، كنتمنى تعجبكم وننتقلوا نشوفوا الطريقة والمقادير. عندي هنايا 4 ديال البيضات، يعني فصلت الصفر على البياض، وعندي 50 غرام ديال الدقيق، 20 غرام ديال الكاكاو، 60 غرام ديال السنيدة، و30 غرام ديال الزيت. هنا غادي ننتقلوا باش نطربوا البياض ديال البيض بوحدو. غادي نطلعوا البياض ديال البيض مع سنيده اللي غادي نضيفوها على دفعات. ومن بعد غنضيفوا الصفار ديال البيض حتى هو اللي غنضيفوه على دفعتين. يعني ما نضيفوش السنيده حتى نشوفوا هذا الابيض ديال البيض ولا داير بحال لاكريم ولا بحال الثلج. عاد نضيفوا سنيده. انا هنا غير كنسرع المقاطع، ما بغيتش الفيديو يجيكم طويل بزاف. ثم غنضيف الباقي ديال سنيده. يعني هذه الحركه مهمه في هذه الامور ديال في هذه الحلويات ديال لاكريم، اننا نضيفوا يعني في الحلويات بصفه عامه اننا نضيفوا العناصر شويه بشويه، لان ملي كتضيفي الحاجه دقه وحده كيولي صعيب عليك انك تدمجيها مع العناصر الاخرين. اكيد هاد الامور السيدات اللي متمرسات عارفينهم، ولكن كاينين البنات يلاه بادين كيتعلموا، يعني مزيان يعرفوا بحال هاد الحركات. صافي هنا غادي نضيف البيض. هكا جا البياض ديال البيض مع سنيده. يعني استسمح هنا الفيديو ما شدش ليا الصوره كلها، يعني ما رديتش مع البال، ولكن كنظن الصوره راه باينه شنو كنديروا. صافي هنا غنضيف الصفار ديال البيض حتى نكملو. ثم غادي نضيف الزيت. يعني هاد الوصفه ما فيها والو، كنتمنى من البنات يجربوها. البنات اللي ما عمرهم جربوا حلوه ديال لاكريم، يعني جات زوينه بزاف. درتها بمناسبه ديال عيد الميلاد ديال بنتي، يعني جات زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها، يعني سهله والمقادير ديالها ما غاليينش بزاف. يعني الفيديو كله انا يعني حتى في التوقيت ديالها ما كديش الوقت بزاف، يعني جميع الفيديوهات تقريبا كانت فيهم شي 33 دقيقه. يعني انت ممكن تصاوبيها في مده اقل، يعني انا كنت كنحبس على حساب التصوير وعلى حساب الكاميرا، ولكن انت ممكن تصاوبيها في مده اقل. كنتمنى ما يجيكمش الفيديو طويل، يعني حاولت بزاف، يعني راه كانت فيه 33 دقيقه، يعني بقيت كان نسرع ونقطع حتى بقات لي 14 دقيقه. كنتمنى ما يجيكمش طويل. يعني كاين شي امور ما نقدروش نزربوهم، ضروري انهم يبقاو باش تفهموا مزيان. صافي هنا ضفت الزيت ديالي. هنا ضفت الدقيق والكاكاو دفعه واحده، وهذا غلط، يعني كان عليا على الاقل نقسمهم على جوج، يعني ما رديتش البال حتى خويتهم. كنتمنى يعني ما ديروش بحالي. صافي هنا غادي نستمر، وانا عندي المول ديالي ديجا صاوبته ودرت ليه بابي كويسون. غادي نخويها في المول وغادي ندخلها الفران، ثم غنتقل ان شاء الله باش نوجد لاكريم. صافي هنا غادي نخويها في المول ديالها. غنبقى مع هادشي اللي لصق هنايا حتى نحيدو، يعني ما كنبغيش انا الضياع يكون. غادي نبقى معاه حتى نحيدو.
ثم غادي نضيفو وغادي ندخلها للفران اللي سخنته من قبل. ضروري بحال هاد الامور يكونوا نوجدوهم قبل، يعني الفران يعني والمول حتى هو يتصاوب، عاد نبداو في الخدمه باش تجينا الخدمه يعني مزيانه ومقاده ما تبرزطوش. صافي هنا لا كريم ديالي حتى هي راه كنت وجدت كلشي حدايا. هنا عندي كاس كبير ديال الحليب، الكاس فاش كيكون الريب كاس كبير، وعندي هنا البودر ديال الشونتيي ساشي كله. يعني هاد الشيء كله انا كنت دايره في الفريغو، ولا البودر شونتي ولا لا كريم السائله ولا الحليب ولا حتى هاد الماعون ديال العجانه، كلشي هادشي كنت خاشيه في الفريغو يعني باش يكونوا باردين. هاد العمليه كتسرع يعني كتسرع لا كريم انها تطلع دغيا، خاصه في الصيف. يعني حتى الحاجه باش كنطرب كندخلها للفريغو تكون سخونه. صافي هنا غنطلع الحليب مع لا كريم شونتي، ثم غادي غنضيف هكا غادي تجي هكا جا يعني طلعته مزيان. ثم غادي نضيف الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه السائله هذه يعني خطوه اختياريه، ماشي ضروري ديروها، غير الا بغيتي لا كريم تجيك يجي المذاق ديالها غني اكثر، حيت صراحه الكريمه السائله المذاق ديالها كيكون زوين مقارنه بلا كريم شونتي يعني، ونيت كتجيك لا كريم كثيره. ولكن ماشي ضروري، ممكن انك تستغني على هاد الخطوه، ديري غير لا كريم شونتي بوحدها. هنا عندي الشوكولات 100 غرام ديال الشوكولات، انا ذوبتها من قبل وخليتها باش تبرد. غادي نضيفها على هاد لا كريم. الا ما بغيتيش الحلوه ديالك تجيك حلوه بزاف، يعني كنصحك انك ديري بلاصه هاد الشوكولات ديري الشوكولات يعني الشوكولاته السوداء، ما كتكونش حلوه بزاف. اولا ديري يعني الكاكاو بلاصتهم، لان هاد الشوكولات حلو شويه يعني ماشي يعني داخل فيه السكر، ماشي شوكولا سوداء. هاد الطريقه غتنقصي من الحلاوه الا ما كتعجبكش. صافي غنستمر هنا وغادي نطرب هاد لاكريم حتى تطلع حتى تنسجم مزيان مع هاد الشوكولات، وغندخلها للفريغو حتى نحتاجها ان شاء الله، عاد غنخرجها. هنا لا جينواز ديالها من بعد ما خرجت من الفران هكا كيكون الشكل ديالها. غنخليها تبرد ثم غادي نقسمها على جوج. يعني جات اسفنجيه، هنا قسمتها على جوج. دابا غادي ننتقل باش يعني ندير لها لا كريم ديالها. بالنسبه لهذا المول راه درت ليه بابي الومنيوم من التحت، لان هذا المول متقوب يعني ماشي داك اللي مسدود من التحت، درت ليه بابي الومنيوم. غادي ندير لا كريم هي الاولى، لان هاد البلاصه اللي سبقت هي اللي غتكون الوجه بحال قلتي غنقلبوها. كيكون مزيان انك تخدمي بهذه الطريقه، حيت هذيك البلاصه اللي تحت كتكون ليس كتكون مستويه مزيان، ماشي بحال الفوقانيه. كتجي هاد الخطوه يعني هاد الحركه يعني هاد الخدعه بحال هكا كتجي مزيانه. ثم غادي نضيف عليها لاجينواز. هنا لاجينواز تقطعت ليا ملي كنت كنفرقها، ولكن ماشي مشكل يعني لاجينواز اللي كتكون في الوسط راه ماشي مشكل، لان بعد الخطرات كنديروا فيها حتى ديك الطروفه، كنديروها الطروفه وكنصاوبوا بهم الوسط. هنا عندي سقيت بالقهوه سريعه الذوبان، يعني ماشي شي حاجه. طربت 2 معالق ديال السكر مع واحد الساشي ديال قهوه سريعه الذوبان، طربتهم مزيان مع شويه ديال الماء الطايب. من حتى طلعوا زدت لهم شويه الماء، عاود زدت لهم شويه الماء الطايب صافي وكنسقي بهم. هنا عندي الطبقه الثانيه ديال لا كريم. انا صراحه جاتني الخدمه بمعلقه احسن من ديك اللعيبه الاخرى، يعني ارتحيت في المعلقه احسن، ربما حيت هذا المول ضيق ولا ما عرفتش. المهم هذه جاتني احسن، يعني كل واحد يخدم باللي عجبو فاش ما كيرتاح. صافي هنا ان شاء الله غادي نضيف الطبقه الاخرى ديال الجينواز وغنسقيها، ثم غادي ندخلها للفريغو وغنخليها ان شاء الله تبات في الفريغو. يعني نغلفها بفيلم اليمونتيغ ونخليها ان شاء الله حتى الصباح.
يعني تشد في راسها مزيان. عاد غنخدمها، يعني بنتي عندها عيد الميلاد يعني غدا في العشيه. انا خدمتها اليوم باش غدا ان شاء الله تبقى لي الوقت فاش نصاوبها وفاش نصاوب امور اخرين. صافي هنا غادي ندخلها ان شاء الله الفريغو ونتلاقاو ان شاء الله باش نفينيوها. ها هي الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفريغو. بالنسبه الا بغيت نديمو ليها راه ما محتاجه انا لا شانيمو لا موس طايب لا والو. كنجبد غير هذا المول من الجناب. بالنسبه لهذا المول المثقوب كنجبدو غير من الجناب بحال هكا وكندفعها من هكا صافي كديمولا بلا ما فيها حتى صعوبه. بحال هذا الشكل صافي هي الديمولات ما فيها حتى مشكل. صافي هنا الصراحه لابوش ديالي انا ما عرفت فين مشات، ولكن هذا كنخدم به مره كيجي زوين صراحه كيعجبني في الخدمه ديالو. هذا الساشي ديال الحليب وما تخافوا منه حتى حاجه، لانه اصلا الشركات كتخدم به وكتخوي فيه الحليب سخون ما فيه حتى مشكل. غير ضروري انكم تخدموا البلاصه البيضاء. هذه البلاصه البرانيه راه فيها الصباغه ما تخدموش به. صافي هنا غادي ندير هاد الكاناش ديالي غادي ندورو غير من الجناب. غندورو غير من الجناب ماشي يعني الكاناش ما فيه شي حاجه معقده، فيه غير الشوكولات مع شويه ديال الحليب تقريبا نص كاس ما واصلاش حتى داب مزيان. وزدت عليه واحد المعلقه معلقه صغيره ديال مايزينا فقط. يعني ماشي ضروري اننا تكون عندنا لا كريم باش نصاوبوا الكاناش. وباينه انه كيلمع يعني غير من هاد الجناب هكا كتبان اللمعه ديالو. صافي انا درت دوك الخطوط هكا نازلين من الجناب يعني ما باينينش هنا من الكاميرا. هنا عندي هنا كريم كراميل حتى هو صوبته غير في الدار ما فيهش حتى يعني ما فيه حتى صعوبه. فيه غير السكر مع الزبده مع الحليب مع مايزينا فقط. ان شاء الله الا بغيتو حتى هو ندير لكم شي فيديو ساهل ما فيه حتى حاجه. يعني حاولت على يعني قدر الامكان ان هاد الوصفات يكونوا ساهلين وما يكونوش مكلفين البنات، وخاصه اننا مقبلين على راس العام البنات اللي كيحتفلوا بهذه المناسبه. صافي هنايا غادي نكمل التزيين ديالي. عندي شويه ديال اللوز افيلي يعني حمرته غير شويه في المقله غادي نزين به. ممكن تزينوا باللي عجبكم يعني التزيين راه كيكون على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر. كاين يعني عشرات الافكار ديال التزيين الا ما كانتش مئات الافكار. ممكن الكونكاسي ممكن الشوكولات ممكن هذه داك كناخذوا الجليكوز مع واحد المعلقه ديال لا استسمح ناباج مع واحد المعلقه ديال الجليكوز ونديرو نخويو عليه شي اغوم اي اغوم كتبغيها ديال الفريز ولا ديال الحامض ولا وكتخويها هنا في هذا الوسط بحال هكا. يعني كاين بزاف الافكار. انا عاوتاني هاد الساشي كندير بها هاد الخطيطات صراحه كيعجبني بزاف هاد الساشي ديال الحليب لانه كيعطيني خطيطات رقاق رغم ان هنا راه قطعته بزاف يعني كبرته شويه. يعني حتى الصاب اللي كنستعن به كيجي زوين التزيين ديالو. صافي هنايا ها هي الحلوه ديالنا خفيفه ظريفه دغيا وجدات. كنتمنى تعجبكم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو الجاي.